مصعب الشخصي ياخذ المساحة لنفسه، يتقدم للأمام، يلعبها إلى حسن العجمي، لمسة من حسن إلى ناصر الرواحي، للخلف من ناصر إلى عبد الله فواز، قطرية ممتازة من عبد الله باتجاه زاهر الأغبري، استلام ممتاز من زاهر، يحاول مرور والدخول داخل المنطقة، عرضية ممتازة من الأغبري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الهدف الأول لمصلحة نادي السيب يأتي، ولكن يأتي بالأقدام الأقدام الصديقة، بالأقدام الصديقة يا حسن البراكي عن طريق مروان الغافري بالخطأ. مروان الغافري بالخطأ اللي بوش في الكرة الماضية، بوش في الكرة الماضية، الكرة العرضية التي لعبت عن طريق زاهر الأغبري، فتفاجأ بها حارس المرمى حسن البراكي في المرمى، لأن لاعب مروان الغافري بدلا من أن يبعدها يحولها باتجاه المرمى، وبالتالي يسجل أول أهداف نادي السيب عن طريق اللاعب مروان الغافري بالخطأ في مرمى، بالخطأ في مرمى عن طريق اللاعب زاهر الأغبري. العرضية الماضية كانت حاضرة والابعاد كان خاطئ عن طريق اللاعب المدافع مروان الغافري، اللي بدل ما يبعد الكرة الماضية حولها داخل مرماه، وبالتالي الهدف الأول يأتي لمصلحة نادي السيب. السلام كان ممتاز وجميل من الأغبري، ولكن بعد ذلك ايش اللي عمله مروان؟ ايش اللي عمله مروان؟ يعني له ابعاد، له تسديد، له يعني تصرف غريب جدا، تصرف غريب جدا من مدافع نادي صحن في الكرة الماضية، وكان يعني في عدم توازن في الكرة الماضية. كان من الأفضل أن يتركها، كان من الأفضل أن يتركها ولا أن يتعامل معها بهذه الكيفية الغريبة تماما، اللي بالتالي يكلف من خلاله فريقه الهدف الأول. الهدف الأول بهذه الكيفية الغريبة من اللاعب المدافع مروان الغافري، الذي يتقدم اللقطات وفي بعض اللحظات. كرة مقطوعة من عبد الصمد، هجمة مرتدة الآن لمصلحة نادي السيب، قصيرة من عمر المالكي إلى ناصر رواحي، لكن مقطوعة من أمامه تعود إلى زاهر رواحي. الخطير تصويبة قوية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. زاهر الأغبري يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي السيب بطريقة رائعة تماما. الأغبري تقدم في الجهة اليسرى واخذ الكرة بطريقة رائعة تماما، وقلت انه خطير. زاهر الأغبري تقدم وارسل كرة قوية في الزاوية البعيدة تماما ليسجل ثاني اهداف اللقاء لمصلحة نادي السيب، وبالتالي زاهر الأغبري يرد على منتقديه. زاهر الأغبري يسكت ايضا منتقديه من خلال الهدف الثاني والمهارة العالية في التصويب باتجاه المرمى، وفي التعامل مع الموقف، وفي التصويب من خارج المنطقة. شوف الكرة الماضية من ناصر رواحي، لعبها ناصر إلى زاهر المتقدم، أخذها زاهر بقدمها اليمنى، أخذها عرضها ولعبها بعد ذلك في الزاوية البعيدة على يسار حارس المرمى، ليتقدم السيب بثاني الأهداف، وبطريقة جميلة جدا، هدف جميل عن طريق اللاعب زاهر الأغبري. زاهر يقدم هذا الموسم موسما استثنائيا، يقدم عطاء كبير جدا مع نادي السيب، ويثبت نفسه في هذا الموسم بطريقة مختلفة تماما. زاهر الأغبري الذي يسجل ثاني أهداف السيب. في الجهة اليسرى الآن انطلاقه وتقدم لمصلحة نادي السيب في منتصف الملعب مع اللاعب البديل عبد المجيد البلوشي. يتقدم عبد المجيد، أحد الأسماء الجميلة الرائعة والتمريرة الرائعة، والهدف الثالث يأتي عن طريق الرائع مروان تعيب، بتمريرة رائعة تماما من عبد المجيد البلوشي لمروان، البديلان السيباويان اللذان يسجلان الهدف الثالث لمصلحة نادي السيب في الدقيقة 73. مروان تعب، يتعب الصحماوية ويتعب كذلك جماهير نادي صحم بهدف ثالث قبل نهاية اللقاء بتقريبا ربع ساعة أو بأكثر من ذلك. ثالث الأهداف بطريقة جميلة جدا وتمريرة سحرية رائعة تماما من عبد المجيد. شوف الكرة الماضية، عبد المجيد تقدم، قرأ الموقف، لعبها خلف المدافعين جميلة جدا، ولمسة أخيرة ما لها حل إلا المرمى عن طريق اللاعب مروان تعيب، الذي أتعب عشاق السيب وأتعب محبيه بهدف ثالث وأتعب عشاق السيب وأتعب كذلك عشاق صحم، أتعبهم الاثنين. خرج عمر ودخل عمر، التغيير الثالث الآن في مصر لنادي السيب
بخروج عمر المالكي ودخول عمر الفزاري. 3 أهداف سيباوية مقابل لا شيء لمصلحة نادي صحم. كرة تلعب الزيف، تصويبة قادمة قوية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هدف تقليص الفارق عن طريق البلوشي، عن طريق محمد سيف البلوشي، اللاعب اللي كما ذكرت ربما بإمكانه أنه يغير نوعا ما من أداء نادي صحم بقدراته بإمكانياته بتصويباته، يسجل هدف تقليص الفارق لمصلحة. المحاولة مستمرة خلف المدافعين، سريعة خطيرة لمصلحة نادي صحم. هل هنالك ركلة جزاء أم ماذا؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة نادي صحم، ركلة جزاء لمصلحة نادي صحم. صحم ينتفض في دقيقة واحدة فقط، صحم ينتفض في دقيقة واحدة فقط، وركلة جزاء لمصلحة نادي صحم في الدقيقة 86، في الدقيقة 86 بقرار قد يبدو لي من أو بإيعاز قد يبدو لي من الحكم الإضافي الثاني اللي واضح أمامنا في الصورة، أحمد سالم بيت جميل، هو من قرر بوجود ركلة جزاء، لأنه من كان الأقرب في الكرة الماضية، هو من كان الأقرب في الكرة الماضية، الكرة المشتركة بين مصعب الشخصي وبين اللاعب البديل في الشوط الثاني نوح العريمي المهاجم الذي انطلق في الكرة الماضية. أعتقد العرقلة موجودة، أعتقد بأن العرقلة موجودة، العرقلة موجودة، العرقلة موجودة. ويعني الكرة الماضية سريعة بين هدف أول وهدف ثاني قد يأتي الآن بركلة جزاء راح تنفذ عن طريق اللاعب محمد البلوشي، محمد سيف البلوشي الذي سجل الهدف الأول بتصويبة قوية من خارج المنطقة. يستعد الآن لتسديد الركلة، ركلة الجزاء. يا سلام، صحم يعود، صحم ينتفض، صحم يرفض كذلك أن يخرج بنتيجة قاسية، ويرفض كذلك أن يخسر ربما هذا اللقاء، يرفض ربما أن يخسر هذا اللقاء، ويسجل ثاني الأهداف بعد دقيقة أو دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الأول، من تسجيل الهدف الأول. 3-2 بعد ما كان 3-0 في دقيقتين فقط، أصبحت النتيجة الآن 3-2. فماذا أنت فاعل يا نيكولا؟ هل ستدافع عن النتيجة أم ستسجل هدفا رابعا في اللحظات القادمة؟ كرة تعود لمصلحة نادي السيب، مع أيضا سقوط للاعب نادي السيب في الكرة الماضية. سلامات اللاعب السيب محمد سيف الذي سقط في أرضية الميدان. لكن الآن علينا أن نشاهد إعادتين، إعادة الهدف الأول لمصلحة نادي صحم، وبعد ذلك إعادة الهدف الثاني من ركلة جزاء لمصلحة نادي صحم، لمصلحة نادي صحم الذي سجل هدفين متتاليين سريعين. هنا الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمد سيف اللي وضع الكرة بطريقة جميلة جدا في الشباك، وبالتالي قلص الفارق إلى 3-2 إلى فارق هدف ومتبقي من زمن المباراة دقيقتين متبقي. لكن شوف الهدف الأول اللي كان عن طريق اللاعب محمد سيف، تصويبة كانت قوية من خارج المنطقة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، تصويبة جميلة جدا من هذا اللاعب اللي كما ذكرت قد يكون أو قد يشكل أيضا خطورة في مرمى أو على مرمى نادي السيب، وهو الذي سجل هدفي نادي صحم، الهدف الأول بهذه الطريقة وبهذه الكيفية الجميلة جدا في شباك نادي السيب، وبعد ذلك الهدف الثاني من ركلة جزاء.